بسم الله الرحمن الرحيم. فتيحة بوتزة، رئيسة جمعية أمل الغد للمرأة والطفل والصغيرات ومسيرة الفضاء المتعدد للوظائف والنساء ضحايا العنف الإيواء المؤقت والاستعجالي بمدينة عمالة الصغيرة سمارة. اليوم حنا بصحد إحياء الدورة 21 للحملة الوطنية العالمية للعنف التي تتميز هذه السنة بحماية النساء في الفضاءات العامة. كما قلت احنا اليوم بصدد إحياء الذكرى 21 للحملة الوطنية للعنف ضد النساء التي شعار هذه السنة حماية النساء من العنف في الفضاءات العامة. الحمد لله احنا في اطار تتبع البروتوكول واعلان مراكش 2020 كنحاولوا اننا نسايروا البنود التي جاء بها هذا الاعلان في محافظه العنف ضد النساء. المهم احنا اليوم كبقيه الفضاءات في المغرب التي تصل الى 115 فضاء نستقبل عدد كثير من النساء المعنفات أو المعنفات بشتى الطرق، سواء عنف جنسي سواء جسدي سواء اقتصادي أو اجتماعي، من أجل أننا نبت في حقوق المرأة عندما تصل إلى المؤسسة. بالفعل هناك مسطرة التي نمشي عليها بعد ما كنتلقاو الناجيه من العنف، لان دابا كتوصل المؤسسه كيكون عندنا استقبال توجيه وكنحاولوا نحيلوها اما عن النيابه العامه، واذا كانت محاله من عند النيابه العامه فاننا نعمل على ايوائها مع مراعاه ظاهره العنف التي جاءت بها على شكل مثلا ماذا. كتبقى ان المراه تلقى واحد صدى رحب في تلك المؤسسه او تلقى واحد الدفء من اجل النقص من ذلك العنف الذي تعرضت عليه، مع متابعة كل الإجراءات التي هي من أجلها جاءت إلى المؤسسة. بالفعل نحن نوفر لها الإيواء والحماية، ولكن كل ما هو حكامي آلي تتكلف به النيابة العامة. وحاليا راه وصلنا تقريبا 700 حالة التي جاءت إلى المركز، بما فيها التوعية والإرشاد الأسري والتواصل مع المعنفات، وفيها 29 حالة اللي دارت الإيواء و10 أطفال اللي داروا الإيواء مع الأمهات نتاعهم. تبقى هذه الظاهرة هي ظاهرة لا مبرر لها، يجب أن نقف جنبا إلى جنب من حد من ظاهرة العنف، ولما لا من ترك العنف من هنا ل 2030 كما تؤكد المنظمة العالمية من أجل القضاء على العنف بشكل تدريجي. والعنف راه انواع كاين جسدي، كاين جنسي، كاين تربوي، كاين عائلي، اجتماعي. والحمد لله احنا العام اللي فات كنا لعبنا على الدوره العشرون التي كان يصددها العنف الرقمي. اما حاليا الدوره 21 تاتي الى تاكيد ان على المراه ان تحترم في الفضاءات العامه التي غالبا ما تتعرض فيها المراه الى التحرش الجنسي، الى الضرب، الى الجرح. هذا الفضاءات يجب أن تكون آمنة للمرأة في إطار قانون 103/13. العنف ما نقدروش نحصروه لأن لا مبرر له، ولكن بحكم اليقظة ديال النيابة العامة والخلايا الوزارة الوصية ما بقاش داك العنف بشكل يعني خطير جدا، إلا بعض الحالات التي تكون عبارة عن مثلا عن ضرب ولا عن سكر ولا تعاطي المخدرات. لهذه الظاهرة هي السبب في أن الإنسان عندما يكون متعاطي الخدم ما كيعرفش شنو تيدير، كتكون واحد علاقة العنف ديال الضرب والجرح والكسر. وهناك عنف نفسي، هناك أحيانا تأتينا المرأة بدون جروح بدون نكد. الأسباب بصراحة نقول لك كيكون المشكل الاقتصادي هو السبب. ومن هذا المنبر بحكم حنايا واحد الاحصائيات كنقدموها طلع لنا في عمالة صغيرة سمارة ان العنف الممارس على المرأة كله اقتصادي. كل جهة عندها نوع العنف. انا نعطيك مثال، عنف عمالة صغيرة سمارة كان عنده عنف اقتصادي، عمالة الجهات يا ربي كل جهة رجع الغلاء الاقتصادي وحتى العنف الاجتماعي، وكيكون واحد اعطاء القدره للمراه انها تفعل كل شيء لا يمكن. حتى الراجل خصو يلعب دور في الاقتصاد ديال المؤسسه ديالو اللي هي البيت والاسره. وحنا من هذا الصدد هذا حنا كنا نساهم
في ان الخليه الاسره تبقى متماسكه وما يخرجوش لينا وليدات كيف ما كنشوفوا دابا كيتعاطوا المخدرات، كيضربوا، كيجرحوا في الشوارع العامه. وفي الختام كنشكر الناس الساهرين على هذه الندوه التي قيمت بمناسبه الحمله الوطنيه ال21، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى نعملوا بجنب من اجل الحد من ظاهره العنف داخل المجتمع المغربي. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.